اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة لعشاق المسلسلات التركية، واخترنا النهاردة تصنيف مميز قوي في المسلسلات التركية، وهي المسلسلات التركية التاريخية اللي بتوصف فترات زمنية مهمة جدا في التاريخ. ده بخلاف اصلا ان المسلسلات التركية بتكون مليانة اكشن وتشويق طول احداث المسلسل، وده كان سبب من اسباب نجاح المسلسلات التركية، اللي بتعتبر تركيا هي المصدر التاني للمسلسلات بعد امريكا. تركيا اللي قدرت تحقق كل سنة اكتر من 500 مليون دولار عائدات من المسلسلات دي. المميز في حلقة النهاردة ان المسلسلات اللي اخترناها كلها في فترات زمنية مختلفة. حلقة حلوة قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ. الترتيب معانا النهاردة مش هيكون ترتيب فقه للأفضل، لا ده هيكون ترتيب طبقا للأحداث التاريخية. عشان كده في المركز الخامس معانا النهاردة مسلسل صلاح الدين الأيوبي أو فاتح القدس، المسلسل اللي من إنتاج 2023 اللي عمل ضجة كبيرة قوي من أول حلقة ليه، وتصدر الترند في كل وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا إن ميعاد عرض المسلسل بيجي مع الأحداث اللي بتشهدها غزة. وبيحكي المسلسل عن مؤسس الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي والمعارك اللي خاضها مع الصليبيين عشان يحرر القدس، ده غير محاولته المستميتة في إنه يحافظ على الدولة الإسلامية ويوحد الأراضي الإسلامية كمان في سوريا وباب الرافدين وفلسطين ومصر. المسلسل نزل منه لحد دلوقتي 4 حلقات بس الآراء الأولية ليه بتقول إن هو فعلا يستحق المشاهدة. في المركز الرابع معانا مسلسل روعة من إنتاج 2021، وهو مسلسل قلب أرسلان أو السلجوق العظيم. المسلسل اللي بيحكي حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، واللي أول مرة يسمع عن الدولة دي كانت واحدة من أكبر الدول في تاريخ الإسلام، واللي لعبت دور كبير جدا في تاريخ الدولة العباسية مع الحروب الصليبية والصراع الإسلامي البيزنطي. الدولة اللي تأسست على إيد سلالة تركية من قبيلة اسمها قبيلة قنق اللي بتنتمي لأتراك الأغوز. الدولة دي أسسها طغرل بيك سنة 1037 ميلادية، واللي بعد وفاته ظهر بقى بطل مسلسلنا وهو قلب أرسلان. بيرجع بينا بقى في المركز الثالث معانا واحد من أجمل المسلسلات التركية التاريخية، وبيعتبر من أهم المسلسلات التركية في تاريخها كله، وهو مسلسل قيامة أردوغل اللي من إنتاج 2014 وعمل مشاهدات أكتر من 3 مليار مشاهدة في 71 دولة، ده غير إنه اتدبلج لأكتر من 25 لغة مختلفة. وبتدور أحداث المسلسل في القرن ال13 لما بدأ أردوغل بن سليمان شاه يدور على أرض ومكان جديد يستقر فيه هو وقبيلته اللي كانت مكونة من 400 خيمة، عشان يرتاحوا شوية من قلة الأمان والاستقرار اللي عايشين فيه بسبب عدوهم الأول المغول والإمبراطورية الرومانية. بيبين المسلسل صراعات أردوغل في حصوله على أرض القبيلة، الأرض اللي بعد كده كانت هي نواة الدولة العثمانية. بيعرض المسلسل كل صراعات أردوغل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين. مسلسل لو لسه ما شفتوش لازم تشوفه، ومش هتندم أبدا. في المركز الثاني معانا واحد من أجمل المسلسلات التاريخية التركية اللي ممكن تشوفها، وبيعتبر هو تكملة أحداث مسلسل قيامة أردوغل، وهو مسلسل عثمان المؤسس. المسلسل اللي من إنتاج 2019، وبيحكي المسلسل قصة الغازي عثمان ابن أردوغل مؤسس الدولة العثمانية، اللي اتولد سنة 1258 ميلاديا. اتولد في نفس اليوم اللي احتل فيه المغول مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية. عثمان اللي بعد ما خلف أبوه قدر ينقل الدولة دي
من الفقر والضياع للقوة والصلابة، وقدر سنة 1295 إنه يهاجم الثغور الرومية باسم السلطان السلجوقي أو الخليفة العباسي، وقدر يفتح حصون كتيرة جدا، وقدر كمان يقود قبيلته لسواحل بحر مرمرة والبحر الأسود وواجه المغول، اللي بعدها أعلن استقلاله عن السلجوق، وأعلن بيها بداية نواة الدولة التركية في تاريخها كله. في المركز الأول معانا مسلسل روعة من إنتاج 2017، وهو مسلسل عاصمة عبد الحميد أو السلطان عبد الحميد الثاني، وهو آخر الخلفاء أو آخر سلطان يتولى سلطة تنفيذية في الدولة العثمانية. وهو كان راجل دولة وسياسي قوي جدا، كان بيحاول بكل القوة عنده إنه يحافظ على الدولة العثمانية، يحافظ عليها من التهديدات اللي بتواجهها سواء داخليا أو خارجيا، وده اللي خلاه يتعرض لأكتر من عملية اغتيال. بيبين المسلسل إنه كان هو الرئيس التنفيذي والعقل المدبر للشرطة السرية وأجهزة المخابرات في الدولة العثمانية كلها، وكان بيحلم إن هو يحدث ويطور الإمبراطورية العثمانية، مع إن هو يحافظ على القيم الإسلامية والثقافة الإسلامية فيها. ده غير حلمه الكبير بقى، وهو سكة حديد الحجاز، عشان يربط العالم الإسلامي ببعضه. على مدار 5 أجزاء هتقدر تعرف كل أحداث فترة نهاية الإمبراطورية العثمانية، واللي كان فيها عبد الحميد الثاني هو بطل الفترة دي. وبكده نكون قدرنا في ترشيح 5 مسلسلات تركية تاريخية نوثق لحظات كتيرة جدا، من أول صلاح الدين الأيوبي لحد عبد الحميد الثاني، مرورا بقى بعظماء الدولة العثمانية أردوغل ومؤسسها الغازي عثمان. ده غير الجزء المهم جدا من التاريخ من الدولة اللي كان في عهد قلب أرسلان. दमिश्क और बगदाद को मुअत्तर करते हुए वो खुशबूयात हर इस्तांबुल पहुंचेगी। अब तुम्हारी मलिका को 2 लोकोमोटिव इंजन और 10 बोगियां देने की कोई जरूरत नहीं। वो खिलाफत का खात्मा चाहते हैं, हमारे ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तदबीर कुछ नहीं अल्लाह की तदबीर के आगे। ये जंग हक और बातिल के दरमियान है, और बातिल कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जंग के लिए तैयार हो जाओ। لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.